الصفقة دي مش هزار. انفيديا اللي ماسكة العالم كله في ال AI دلوقتي قامت حاطة 5 مليار دولار في انتل. ليه بقى؟ عشان يعملوا مع بعض تحالف ممكن يغير مستقبل الكمبيوترات زي ما نعرفها. الموضوع ببساطة انفيديا استثمرت 5 مليار في انتل وبقت من كبار المساهمين. الاتفاق ما بينهم مش فلوسه بس، لا دي شركة تقنية هيبنوا مراكز البيانات الجديدة مخصوص للذكاء الاصطناعي، وهيطلعوا كمبيوترات شخصية CPU من انتل مع GPU من انفيديا، بس متكاملين في نظام واحد. يعني مفيش بقى حاجة يكون اسمها بوتل نيك او اللي هو عنق زجاجة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني جهازك في المستقبل مش مجرد بروسيسور وكارت، لا هيبقى سيستم معمول لل AI من أول لحظة. سر هنا في حاجة اسمها شيب ليتس. بدل ما الشريحة تبقى قطعة واحدة ضخمة، لا هيقسموها في قطع صغيرة ويتجمعوا في SoC واحد. انتل هتدي المعالج الأساسي اللي هو ال X86 اللي هو معروف ان في كل المعالجات، يعني حتى في AMD برضه. وانفيديا هتحط جزء ال GPU او اللي هو ال AI شيبلت. نتيجة اداء اعلى، استهلاك طاقة اقل، وتكامل يخلي الجهاز بتاعك اسرع بكتير في الالعاب، الفيديو، الذكاء الاصطناعي. فايدة ليك ايه بقى انت كمستخدم؟ هتلعب العاب جرافيك تقيل بس من غير لاج، دي اول نقطة. تاني حاجة، الذكاء الاصطناعي هيشتغل مباشرة في اللابتوب، مونتاج أسرع، فوتوشوب أو تعديل صور وفيديوهات في ثواني. الشركات بقى مراكز بيانات AI أسرع وأرخص، يعني خدمات زي شات جي بي تي، جوجل كلاود، كل ده هيستفيد. ليه انفيديا عملت كده اصلا؟ بص، انفيديا دلوقتي معتمدة على مصانع ال TSMC في تايوان، انتل عندها مصانع في امريكا واوروبا. تعرف ده بالنسبة لانفيديا امان باك اب، انا لو حصل اي مشكلة في التصنيع بره هيبقى عندها بديل جاهز. اما انتل محتاجة بوست رهيب بعد سنين اللي فاتت، وانفيديا ممكن تبقى المفتاح. بس خد بالك، الصفقة دي مش ماشية في السليم، لازم موافقات رسمية عشان استثمار بالحجم ده. منافسين زي AMD وابل اكيد مش هيسيبوا الموضوع يعدي بسهولة. هو لسه مش واضح هي انفيديا فعلا هتصنع عند انتل ولا الصفقة دي قررت تعاون تقني واستثمار. يعني في أسئلة مفتوحة لسه محدش جاوب عليها. الواضح قدامنا التحالف انفيديا مع انتل هيساوي نقلة ضخمة، ممكن يغيروا شكل البي سي ومراكز البيانات، الألعاب اللي احنا بنلعبها، الألعاب نفسها. الصفقة دي هتولع سوق وتكسر الدنيا ولا هتقابل شكل وتقف؟ اكتبولي رأيكم تحت في الكومنتات، ومتنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد من عالم التكنولوجيا.